السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نتكلم على السريع كده في 3 مواضيع. أمير مرتضى بيقولك الأهلي بيكسب بالسحر والشعوذة. ماتش الأهلي والزمالك في السعودية. ليه إيقاف رمضان صبحي دلوقتي؟ ليه الحكاية دي طلعت؟ هقولكوا ليه وهقولكوا ايه السبب وهيلغوا الإيقاف ده امتى. نبدأ بس لأول مرة شفنا، يا ريت تشترك في القناة، تنسى اللايك بتاعك الجميل وتصلي على النبي كده في الكومنتات. هنبدأ كلامنا بماتش القمة بين الأهلي والزمالك اللي الرابطة أعلنت في وقت متأخر أمس إن الماتش هيبقى في السعودية، وفي مفاوضات كبيرة ومتقدمة جدا بين الرابطة وبين الجانب السعودي وبين اتحاد الكرة عشان الماتش يتلعب في السعودية. بصراحة حاجة مش كويسة. نلعب ليه في السعودية؟ عشان فلوس بس. انما مفيش دولة في العالم تلعب الدوري بتاعها في بلد تانية. ممكن تلعب الكاس، ممكن نهائي الكاس زي ما لعبنا كده، ممكن نلعب السوبر. في دول بتعمل كده، انما ان انت تلعب في بلد تانية دوري مش ينفع. وحتى الكاس كان في حاجات شبهات كتير، حكم جاي ملاكي. حكم جاي ملاكي، حتى لو هتقولي الهدف هدف، حتى لو في حاجات كتير، كان في تقنية الحديثة بتاعت الفار دي كانت ممكن تجيبها تطلعها. الحكم فيه كور كتير جاي مش في دماغه حاجة. آه، الحكم كان ملجم الزمالك عشان خاطر الباشا يفرح ويرجع العلاقات بتاعته. في حاجات كتيرة. انت هيبقى انت اللي بتجيب الحكم، حتى لو الحكم. في ناس كتيرة تحب السبوبة بصراحة، يعني ان هي تلعب في السعودية. وفي ناس كتير، اغلب الشعب المصري مش هيكون حب الموضوع. حاجة مش حلوة، مش حلوة والله خالص ان انت تلعب في السعودية ولا في اي دولة تاني. في ناس كمان بتحب بعض الجماهير السعودية بتحب تنظر كده وتحس يا عم احنا مش رامين نفسنا عليكم اصلا ولا عايزين نلعب اصلا. احنا عايزين نلعب في استاداتنا. احنا لسه عاملين استاد عالمي نلعب فيه وكان مليان جماهير نلعب فيه. مش لازم يعني نروح السعودية. مش لازم والله، ما لازم. يا جماعة خلوا عندكم شوية. الرابطة طلعت قالت الزمالك هيروح له عائد مالي كبير، والأهلي برضو كذلك، واتحاد الكورة، وكمان هنوزع على فلوس على باقي الأندية يعني هي سبوبة. نوصل بقى نشوف أمير مرتضى منصور طلع في برنامج اسمه، فبقول لك إن الأهلي بيكسب بأي طريقة. أي طريقة، حتى لو مش تعرف إن هو ممكن يكسب بالسحر والشعوذة، ممكن يكون بيهزر، ممكن يكون واخد طريقة المستشار في الهزار يعني. ممكن يكون بيتكلم جد، انت مش تعرف له من الجماعة دول حاجة. بس الأهلي محظوظ بطريقة رهيبة فعلا. بطريقة رهيبة. سيبك من الأهلي بقى، نخش على مين؟ مرتضى مين؟ نخش، لا مش هنسيب الأهلي، احنا هنخش في الحوار برضو الأهلي بس من ناحية تانية. رمضان صبحي ليه ظهرت حكاية رمضان صبحي وحكاية ان تلاعب في العينات، ومرة واحد يقول لك لا ايجابية العينات ورمضان صبحي اصلا مش عارف في ايه. بس ايه اللي يعني ايه اللي ظهر، ايه اللي خلى الحوار ده بيقول لك العينات من شهر 8 اللي فات، شهر اغسطس 2023. ليه ظهرت دلوقتي؟ اقول لك ليه ظهرت دلوقتي وبالدليل. رمضان صبحي الحوار ظهر مع حكاية الشيبي لاعب بيراميدز، والقضية اللي هو رفعها على حسين الشحات، والقضية خلاص اتحولت محكمة. المحضر اللي هو كان قدمه في الشحات في النيابة اتحول خلاص للمحكمة. فالحوار دلوقتي هيخلص بحاجة واحدة بس، وهتحدى أي واحد في الدنيا وهتشوفه بعدين. الحوار دلوقتي هيخلص. اتنازل يا شيبي انت وبيراميدز عن القضية. الايقاف والحوار بتاع رمضان الصبح ده هيتلموا، مش هتلاقي اصلا فيه ايقاف ولا هتلاقي حاجه. يلا مش هطول عليكم، بس فضلا وليس امرا، لسه اول مره شفنا تشترك في القناه واشترك على النبي اللايك بتاعك الجميل، وصلي على النبي في الكومنتات.